معناها انت نهار اخر صغارك ماكش تضربهم الجمله لين يكبروا ويولوا عباد. لا ضرب لا يا لطيف عليكم. مش انتم جماعه التربيه الحديثه مش في بالكم كي نقولوا رانا مثلا نهار اخر باش نضرب صغيري، مش بالك كل من نروح للدار نحل الباب نعطيه تريحه. انت راك ماكش باش تبقى تمهد فيه بتريحه كل يوم شاد وداخل عليه بالكف. تربي تحكي معاه علاش تضربوا يا بنتي تو نحكوا للصباح، اما لازم يفهم حاجه. ما يسخفكش كيف تضربوا، ما يسخفكش بشوي بشوي يكبر يحس روحه هو ما فماش عواقب الافعال، وانا الكينج اللي هنا نعمل اللي نحب. انا جو سوي لروا. ما نرضاش صغيري يقرا عند استاذه تضرب. انت صغيرك انا ما نرضى. علاش تحبوا بالضرب؟ معناها بنتي ما نحبوش بالضرب، صلي على النبي. وينجم يخاف منك بلاش ضرب. كان انت تحب الخوف، خاطر الخوف راهو حاجه خايبه على الاخر. راهو كان تربي صغير على الخوف راهو من بعد باش يولي كل شيء يخاف منه. راه ما تعيطش عليا. شكونك انت باش تعيط عليا؟ تعرفوك الفيديو هذاك نتاع طفلك اللي عرضها في الحاجه، شكونك انت باش تعيط عليا؟ تعرفوا الفيديو هذاك الطفله هذيك انا متاكد ما كلتش كف في حياتها، مع احترامي ليك. في البرنامج هذا ضيوفنا باش يسمعوا جمله والا راي مثير للجدل، بعد باش يحدوا موقفهم بين اكيد ومستحيل، باش يفسروا اختياراتهم، يناقشوا بعضهم، ويمكن حتى يبدلوا آرائهم. مرحبا بكم في How my right. شاهي النهدي 21 سنه ونهار اخر باش نضرب صغاري، وجماعه التربيه الحديثه والمودرن باريتنج تعرضوا لي في الدور. وانت منهم؟ هذه البيا 19 ومع التربيه الحديثه. الضرب للصغار حاجه لازمه في عمر معين. مستحيل. ايه لا امبوسيبل. معناها انت نهار اخر صغارك ماكش تضربهم الجمله لين يكبروا ويولوا عباد. لا ماكش تضربهم الجمله لا حتى ضرب لا يا لطيف عليه. ما تنجمش معناها الضرب ماهوش باش يوصل حتى شيء. معناها تنجم تفهمه، تنجم تفسر له، تنجم تفهم. وهذه تهبلني. تنجم تفهموا تو انت معناها بيجي انا طفل عمره 4 سنين باش نمشي نعمل نويه قهوه باش نفسره علاش ما لازموش يحط تليفوني في اللافابو. مش هكاكا. اما مثال كيف يجي يعمل حاجه غلطه تقول له علاش، معناها تفسر له. فهمت؟ خاطر الانسان يا بنتي عمره 4 سنين باش يفهمني. اخي عمره 4 سنين باش نجي نفسر له نقول له اجا نتفاهموا انا وياك نعطيك علاش لازم تعمل هكاكا. عمره 4 سنين. مالا باش تفهموا بالضرب؟ اي نفهموا. مش اقصد اني ماكش تفهموا بالضرب. كيفاش باش تضربوا؟ معناه هو باش يفهمك كيف تضربوا. ما ينجمش يفهمك. واش نقول لك كيفاش يولي يخاف منك. لا هي صحيت. معناه انت تربيه بالخوف. انت ما تحبش ولادك نهار اخر يخافوا منك؟ لا اما علاش باش يخافوا مني؟ يحترموني. اي اما علاش باش يخافوا مني؟ شوف هو الاحترام والخوف فهم شعره رقيقه جدا ما بيناتهم. جوستومون فما فرق. اي اما برجوليه لازم كأم ما نعرفش باهي، اما كابو لازم يخافوا منك صغارك نهار اخر. هذه كوم سا نمشي معاك. كيفاش يخافوا منك؟ لازم يخافوا منك، لازم تكون انت السلطه العليا. معناها لازمك انت الحاجه اللي تنجم يجي في نطاق الاحترام. معناها يحترموك. هذاك علاش هما ما يعملوش الحاجه هذيك. شوف نحن يعني نقص عليك سالش تسمح لي. شوف نحن هذه حكايه الاحترام في عمر اخر. راهو الاحترام في الصغرى، راهو الصغير في الصغرى راهو ما ينجمش يميز الصواب والخطا بالمخ. زي صغير لازم يميز الصواب والخطا. كيف يجرب ينجم يميز. انا باش نستناه لين يجرب حاجه. نستناه لين يجرب. علاش ليه؟ نستناه لين يطيح في المعاصي وفي الواحد وبعد يتعلم الغلط نتاعو. الصغار في عمر معين. شوف ها هي كيفاش طفل صغير في عمر معين ماهوش قادر باش يميز شنو صحيح وشنو غلط بالمخ. انا تو انسان عمري 21 سنه ما نتكيفش. علاش؟ على خاطر الدخان خايب ونعرف شنو ينجم يعمل لي في حياتي. طفل عمره 3 سنين ما ينجمش يعرف شنو الدخان نجم يعمل في حياته، ما يعرفش شنو المخاطر، ما ينجمش يميز بمخه الصواب والخطا. دونك لازمو ما يعملش الحاجه هذيك بالخوف. لازم يكون ما يعملش الحاجه هذيك مش على خاطر باش تضرني، لا ما نتكيفش على خاطر كان بابا يفيق بيا باش يدي مهدني بتريح. تفسر له كيفاش نفسر له؟ نقول له مش نضربك هي مريك. مش هكاك. مش تفسر له باش تضربه. معناه تفسر له اللي هو مثال دخان خايب. علاش الدخان خايب؟ راهو هكا وهكا وهكا وهكا. اي انا قلت لك هو ما عندوش القدره انه يميز الصواب والخطا على الانسان. انت راك ماكش باش تبقى تمهد فيه بتريحه كل يوم شاد وداخل عليه بالكف. معناها انت باش لازمك تفسر له راهو ثم عواقب الافعال. معناها اجا نحكي معاك. اي
تعطيه زوز كفوف وتقول له يا سيبون. هاي لقيتها والله لقيتها. هاي لازم يفهم انه فما عواقب لافعاله. هو العواقب نتاع افعاله شنو هو؟ انه مثلا الحاجه ذيك راهي مضره ليك، اما هو من الاول في الصغر لازم تكون عواقب افعاله هي تريحه من عند بابا، خاطر مازال صغير هو ما يخافش من الحاجات هذيك. هو راهو في الصغر خاصه برجوليه زعما ما نكذبوش على بعضنا، راهو في عمر من معناها معين هكايا بريود وانت داخل في اول سنوات المراهقه. الكلنا كنا خايبين على الاخر، كنا مش بين روحنا الثوره وريبيليون تعرفتوا باش ما نعرفش اللي يقوله لي بابا ليه وبابا يقص لي جوانحي وكان مش بابا تو باش ننطلق في الحياه وما عرفش شنو. كلنا خافنا هكاك في بريود معين. الفتره هذيك هو لازم يكون فما سلطه يخاف منها، لازم يكون معناها انت اذا كان باش تقول لي ما تضربش صغارك جمله، معناها بالنسبه لي انا صغارك نهار اخر ما يوقفهم حتى شيء، ما عندهمش حتى شيء يخافوا منه. معناها عادي ينجم ياخذ حاجه مش نتاعو، ينجم يكذب. علاش يتعلم بالخوف؟ علاش ما يتعلمش على خاطر مازال ما ديفلوبيش في كوميونيكاسيون. علاش الكوميونيكاسيون في عمر اخر، على خاطر في الصغرى مازال ما تعلمش. تحكي معاه من الصغرى باش هو كيف يكبر ما يتعداش على الاخرين بالضرب. فهمت؟ هو خاطر كيف انت باش تعديله الضرب راهو من بعد باش يعديها للعباد الاخرى، باش يولي ما ينجمش يتكلم اما ينجم يضرب. فهمت؟ معناها كيف تجي باش تفسر له حاجه سيتوياسيون ولا حاجه راهو باش يشد يضربك، مش باش يعطيك معناها ديزارغومون. فهمت؟ طول في مخه كان الضرب. شو انت راهو تعرف شنو المشكله؟ انتم مشيش نقول لك انتم جماعه التربيه الحديثه نشير اليك بالاصبع. مش انتم جماعه التربيه الحديثه مش في بالكم كي نقولوا رانا مثلا هارخر باش نضرب صغيري، مش بالك كل من نروح للدار نحل الباب نعطيه تريح، راهو مش هكاك، راهو مش هكاك. اما لازم يفهم انه فما عواقب الافعال، راهو لازم يفهم انه راهو بابا هذاك كان باش نكثر لها. انا اخي كنت صغير بابا ضربني، امي ضربتني برشا. تحيه لامي بالله ربي يخليك الوالده. بابا بار اكزومبل ما ضربش برشا، اما كنت خاف منه على الاخر، على خاطر فما مره تغشش بالرسمي بابا وعملت انا عمله كبيره على الاخر، فوقتها كنت تريح. دوك انا نعرف حدودي، نعرف روحي راني لازمني بار اكزومبل فما حاجات راني ما نوصل لهمش، خاطر بابا ما كانش كل يوم يعطيني تريح. كان نجم مثلا كي نعمل عمله خايبه يجي ويقعد ويحكي معايا ويفسر لي، اما كي نعاودها مره واثنين وثلاثه ومانيش فاهم. ما لازمني عاد نعرف راني كيك، خاطر كان فما عقاب مش ضرب. شنو هو العقاب؟ فوق التليفون تنجم بالله اللغه فيا. علاش ما تجيش تجي اما تفك له التليفون ماهيش حاجه يعني برجوليه فراجيل. معناها يطلع انسان معناها تقول له شنو اخي بحاجه صارت لك في حياتك، والله كنت صغير كنت عمري 4 سنين بابا فك التليفون. مش هكاك ما نحكيوش هكاك نحنا، معناها ما ليه فما طريقه اخرى. اعطيني عقاب الضرب. فهمت؟ شو استنى خلينا نفهموا نحن نحكوا معناها نحكوا في الان عمر، خاطر راني انا ما نقصدش مثلا في العمر هذا انا باش نضرب ولدي، نحكوا على عمر معين معناها. باهي هي في العمر شنو العمر اللي تحكي عليه انت؟ باهي اعطيني انترفال ما بينات 7 و10 سنين. في العمر هذاك لازم 7 و10 سنين وتحب تضربه من 7 ل 10 سنين لازم تبدا تنحي الضرب. لازم تبدا تنحي الضرب 7 هكا معناه من وقتاش تبدا تضربه؟ سامحني. من اللي هو صغير، معناها من اللي هو عام وعامين. ليه عام وعامين علاش نضرب فيه؟ عام وعامين ما يفهمش. لا سامحني وقتاش من 4 سنين حتى ل 8 سنين لازم يبدا يعرف انه راه فما عقاب الافعال. لا لازم يبدا يعرف انه العقاب هو الضرب، العقاب الاقصى ذاك. معناها لازم يفهم راهو فما تو سامحني. معناها انت راهو اخزر لي الصغير راهو معناها يكون فكرته على الحياه من امه وابوه، معناها هو باش يكبر وما يعرفش حاجه معناها حاجه اسمها ضرب. لحظه، معناها تحب تقول لي هو كل شيء باش ياخذه من امه وابوه، صحيح ولا؟ معناها حتى الضرب باش ياخذه من امه وابوه بشويه بشويه باش يتطور، باش يولي يضرب صغار اخرين في المدرسه في ليه عليه يضرب صغار اخرين؟ خي ولاد صغار اخرين شنو يمشي امه وابوه يضربوه يمشي هو يضرب ولاد صغار في المدرسه؟ بيان هو يتعلم من امه وابوه ولا اي حاجه باش يعمل باش تعملها امه ولا ابوه باش يتعلمها انه هذاك يضرب فيا على خاطر بابا. انا باش نمشي نضرب صاحبي، نمشي نضرب ولدي. لا هو وقتها انت ديجا قلت بفمك اللي هو ما يعرفش معناها ما ينجمش يخمم. فهمت. دوك ما يعرفش هذايا امي ولا بابا ما لازمنيش نضربه. معناها هو معناه يفيزيك كشخص كانسان. فهمت عليه يا اخي؟ عمره 5 سنين 6 سنين ما يعرفش لي انا امه ولا انا ابوه. هو يعرف، اما انت علمته يضرب. علاش؟ على خاطر انت ديجا تمارس عليه في الضرب. انا علمته انه راهو فما حاجه اسمها راك تنجم تاكل تريحه، راهو فما عواقب لافعالك. ما علمتوش انه اجي نوريك بابا كيفاش تعطي بونيه لصاحبك.
علمته انه راه فما حاجه في الدنيا ذي اسمها التريحه، راك تنجم تاكل تريحه كي تتمادى. اوكي لازم تكون فما حاجه تخاف منها. خي نحن راهو سامحني راهو بالرسمي هذيا لازم راهو في العمر في الصغر راهو كن هذيك هو باش نتعلم ونتعلموا بالخوف للاسف على خاطر اي تعملش كيك. لا 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 تعملش كيك. لا 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 تعملش كيك. شوفي يا زينه باهي قالوا لنا يزي الستيتمنت هذيا رجعوا الكيسان ما تفهمناش. نحن ممكن نتفاهموا ونسلموا على بعضنا، ما نحن ما نتفاهمش. اوكي ما تفهموش دوك نرجعوا الكيسان لبعضها. وانا باهي التربيه الحديثه طلع صغار مش متربيين. كمان مش برشا المره دي يعني فهمت احترمت دوبلاش. اعطيني الارغيومون تاعك. شوف فما عباد في الدنيا دي نحن نعرفوهم كل يوم نخزروا لهم. انا ما نحكيش ان معناها في فيش نقولها 100% مش 100%، اما in most cases انسان امه وابوه في الصغر ما كانوش كنترول عليه، معناها ما كانوش يعاقبوه بالشكل هذاك، يطلع انسان ماهوش متربي، مش باله روحه هو اقوى واحد، مش باله هو خاطر ما فماش عواقب الافعال. نجي مثلا مره كيما هكا نجي نكذب، ولا نجي مثلا نفتن بين العباد، ولا نجي مثلا نعمل عمله خايبه. شنو يعمل امي بابا؟ يجي يقعد يحكي معايا نص ساعه وبعد يسيبني نمشي. هي سهله تنبقى انا كل مره نسرق، كل مره نعمل حكايه، وفي النهايه امي بابا ايش عندهم يعملوا لي؟ ما عندهم كان باش يحكي معايا نص ساعه ولا باش يفسر لي، باش يعمل لي درس. بشوي بشوي يكبر يحس روحه هو ما فماش عواقب الافعال، وانا الكينج لهنا نعمل اللي نحب، انا جو سوي لو معناها ما فماش عواقب، اي حاجه نجم نعملها خاطر الانسان على قد ما يكبر على قد ما يكون فكر. وبرجوليه زاد فما عباد نعرفوهم معناها في الدنيا تحسهم بالرسمي عمرهم ما كلوا كف. كان عرفتك ما تعيطش عليا، شكونك انت باش تعيط عليا؟ تعرفوك الفيديو هذاك نتاع الطفله اللي عرضها في الحاجه، شكونك انت باش تعيط عليا؟ تعرفوا الفيديو ذاك الطفله ذيك انا متاكد ما كلتش كف في حياتها، مع احترامي ليك تحس انك برجوليه معناها هي انهارت عصبيا من واحد يعيط عليها، هي من كثر ما هي في التربيه الحديثه والحوار واجا نحكوا ونفهموا بعضنا. مش بالها الحاكم كيف يجي نهار اخر باش يحكي معها باش يقول لها تسمح لي انسه الفاضله لو كانت تنجم تخرج لي رخصه السياقه نتاعك. شنو هذا غباز باش يعيط عليك الحاكم؟ شنو نبكوا على خاطر يجي واحد معناها بوليس يجي يقول لك اعطيني شوف اوراقك ورق السياره؟ هو سا ديبون راهو انت والبيرسوناليتي نتاع العبد راهو معناها تنجم تكون ما تضربتش جمله في حياتك وتكون معناها لاباس، فهمت؟ تبدا تحكي عادي نورمال. هذاك علاش مشني اكيد انت تحكي في مانيش اكيد، انا ريتني ما مشيتش للكل، قلت لك معناها الاحتمال هذاك يتزاد انه الانسان يطلع ماهوش متربي مع التربيه الحديثه. انا قول لي انت شنو هو الارغيومون تاعك انه لا مستحيل ما يطلع عباد؟ كيفاش التربيه الحديثه تنجم تطلع لي انسان سوي؟ نسألك سؤال شخصي، انت عمرك ما ضربت في حياتك؟ لا ما ضربونيش. خلاص خلاص لا انا ضد ديجا ما وهاني هيك تشوف فيا معناها ما عرفتش شنو نشوف فيك ما نشوف لا نشوفش فيت كيف تربي صغيرك على معناها تفهمه وتحكي معاه وتتحاور معاه، معناها باش يخمم برشا بمخه، فهمت؟ قبل ما يعمل حاجه. باغ كونطخ كيف تربيه على الضرب يولي كل شيء ياخذوا فيسع فهمت؟ اكل رجع عليك بالضرب حتى ان فهمت؟ يرجع عليك بالضرب باهي كيف ما يصبرش. باهي كيف ما انت عطيتني معناها ارغيومون بيرسونيل، انت هاك ما ضربتش وهاك جاوك باهي. انا في صغري كنت ناكل في الطرايح، عمري في حياتي ما خممت اني نرجع على امي ولا بابا بالضرب، عمري في حياتي الاحترام الشديد الى يومنا هذا، برغم هم ضربوني عمري ما خممت اني نرجع الرياكسيون بالضرب، بالعكس ليت هو في الصغر كنت خايف منهم، معناها من بابا كي نعمل حاجه خايبه. مثلا فما برشا صغار تويك ما عرفش انت مش صغار حتى في عمرنا تو يقول لك انا مثلا في صغري ما نخافش من امي بابا، معناها اي كما قلت لي انت نحترمهم اوكي انا ما نخافش منهم. انت تحترمهم وما تخافش؟ تحكي معاهم علاش ما تخافش منهم؟ صحابي علاش باش نخاف منهم؟ ريت هذايا ريت كيفاش معناها صحاب يدي بوك علاش باش نخافوا في الصغر؟ ما تنجمش تكون صاحب بوك، ما ينجمش يكون صاحبك في الصغر. كي تكبر اوكي انا وبابا تو نجموا نقولوا اللي احنا صحاب من الصغر. ما علاش هكا تتبني هكا علاقه هكا؟ شنو هي علاقه؟ شنو هي يسموها؟ صحيه. علاقه صحيه. اي اخي شو معناها علاقه؟ يبدا هو صاحبك ملي انت صغير، معناه
يا بنتي كي تبدا في صغرك وتخزر ما عندكش كاركتير نتاع بو، راهي حاجه خايبه على الاخر، حاجه معناها شنو ما عندكش بريزونس نتاع الاب في حياتك وتحب حاسبه صاحبك. ليه بيان سور ليه إيه؟ معناها نحكيو بوك باش تحبه، باش يكون لك صاحبك، باش يكون لك بوك، باش يكون لك كل شيء، فهمت؟ هي هو في الصغر معناها ما تجيش معناها انك في الصغر لازم بوك باش تعرف اللي هو بوك. ليه مش لازم يضربني باش نعرف اللي هو بويا، اما لازم نعرف اللي هو راهو فما حاجه، فما كنترول علي، راني مانيش مسيب. نحن بالله سمح في المجتمعات نتاعنا باهي شنو اللي يمنعنا زعما قبل المخ، نحي المخ والصواب والخطا، شنو اللي يمنعني انا اليوم باش ندخل مثلا نخلع دار؟ نحي المخ. الخوف زعما الخوف من الحاكم، ما نحبش ندخل حبس. كنا نحو المخ الصواب والخطا، نخاف ما نحبش ندخل هو المخ موجود. المخ موجود خاطرني كبرت، راني عمري واحد عمره 5 سنين راهو ما ينجمش. انت باش تعمل على واحد عمره 5 سنين باش تعمل عليه نجم يميز شنو صحيح وشنو غلط؟ تنجم تحكي معاه باش هو يعرف شنو الصحيح وشنو الغلط. زعما سامحني كيف باش تضربه باش يعرف معناها؟ لا اما في العمر هذاك يولي ما يعملهاش على الاقل، نحن نفضوا حكايه انه ما معناها في العمر هذاك، اما كيف يكبر وانت معناها ما عادش تضربه يولي ينجم يعملها. مش يولي ينجم يعملها، يولي وقتها ما يعملهاش على خاطر عنده مخ، اما هو من اللون الزين ما ينجمش يميزها. لازم جوست نحافظوا معناها جوست خلينا نمنعوا انه ما يعملش الحاجات الخايبين تو بعد يعرف علاش. نحن ما نمنعوش كان في الوقت هذايا كهورة، منعوا على المدى الطويل. على المدى الطويل معاك والمدى الطويل ما تنجمش تمنعوا بالضرب، راهو خاطر الضرب من بعد باش يقعد لك في مخك كصدمه. معناه انت توا تخاف من بوك على خاطر انت مثال ما نعرفش انا كسرت لعبه يا اخي جاي ضربك ولا حاجه. لا ما نحكوش هكايا، شنو باش يكسر؟ معناها انت تتخيل في بالك العباد كسرت تليفون، كسرت ما نعرفش مش هكاكا. لا فما حاجات تعملهم واضحين، فما امور واضحه. معناها بار اكزومبل تبدا انت مثلا بوك يخرج 5 تاع الصباح يخدم ويحب يرقد، يحب ياخذ مسكين 2 ساعة نوم، وانت تبدا انت واخواتك تبدوا في الدار تتعاركوا والحس وما نعرفش شنو. كي يجي انا بابا يحد الباب ويعطيني تريحه برج ولي عنده 1000 حق، ونقول له بابا راك كل مره وقت عطيتني تريحه بالقلقال راني نستاهل. هاكا في انساج البابا هذا راني نستاهل لك تريحه بالقلقال، خاطر كان مسكين راجل تعب ويخدم علينا ويحب يمشي يقوم الصباح يخدم واحنا ما كسرنا له راسه. فما حاجات واضحين، مش اللي يجي يكسر لعبه باش نمشي نعطيه تريحه، مش هكاك، مش تحكوا للدرجه ذي. شو الدرجه ذي اللي قلت لك راهو جماعه التربيه الحديثه انتم جماعه التربيه الحديثه عندكم فكره ياسر، مش بالك هكاك ما نعرفش ندخل الدار نبدا نكافح فيهم بالكافح. في بالك بها سبه معناها جماعه التربيه الحديثه؟ ليه مش سبه، انا نشير اليكم بالاصبع. لا ماني باش نميز معناها باش نبين اللي انا ما ننتميش لكم. لا ظاهر بس حق التربيه التقليديه تطلع عباد عندهم عقد نفسيه. ريت انا كيفاش احترمتك مشيت للمعاه. انا احترمتك مشيت للمعاه، انت ماشيه للاكيد خلاص. عكس بعضنا. شنو باهي كيفاش تطلع عباد عندهم عقد نفسيه؟ انا اسمع فيك. باهي كيف بوك يضربك وانت صغير تولي تخاف منه. ايوه باهي كيف من بعد كيف تكبر في المدرسة في الليسي في ما نعرفش حتى في حياتك المهنية نحكي معناه تصير حاجة ما نعرفش يعتدي عليك شكون وإلا هكا يصيح عليك بفاسون اغريسيف ولا حاجة، تنجم تعمل ردة فعل خايبة. كيما تنجم زيادة تقعد ساكت وتتحملها في روحك وتولي لك أمراض نفسية من داخل، فهمت؟ دونك نتصور التربيه التقليديه. انا باش نجيك بالنقطه. النقطه الاولى كي باش يضربك بوك باش تخاف منه، هذه نقطتك الاولى. انا مع انك تخاف من بوك، ماهيش حاجه غلطه، ديرها ماهيش حاجه عيب انك تخاف من بوك، ديرها ماهيش حاجه عيب. اوكي انا معاك تخاف من بوك اما مش بالضرب. انت قلت لي تو انا نجاوب فيك على النقاط نتاعك. انت قلت لي التربيه كي يضربك بوك تخاف منه، هذه ماهيش حاجه غلطه، هذه النقطه الاولى. النقطة الثانية كي أنت باش تمشي للحياة نهار آخر وباش يجي إنسان يعيط عليك، بالعكس باش يجي إنسان يعيط عليك وإلا أنت باش تشوف حاجة عنيفة، بالعكس أنت ماهيش باش تجيك شوك. علاش؟ على خاطرك أنت تعرفش معناها ضرب، مش معناها راك تعرفش معناها ضرب معناها راك متمهد نهار كله تاكل في الضرب، لا معناها راك تفهم شنو هي إنسان يضرب، فاهم مش معناها عقاب، فاهم مش معناها غش، فاهم مش معناها انت كيف يجي واحد يصيح عليك طول تمشي تعطيه بونيا.
شنو كيفاش استنتجت هذا من كلامي؟ ما فهمتش. لا ما فهمتش خاطر قلت لك انت كي توصل معناها مره في الحياه ويجي انسان يعمل مع قدامك والا معاك تصرف عنيف، اوكي، انت الحكايه ذيك ماهيش باش تكون لك شوك، ماهيش باش تكون لك شنو هذا واول مره نشوف حياتي كما الطفله ذيك اللي عيط عليها الحاكم ولا تبكي، ماهيش تكون لك شوك. علاش؟ خاطرك انت تعرفش معناها غش، تعرفش معناها خاطر امك وابوك كانوا نوعا ما صريحين في مشاعرهم at certain point، كانوا صريحين في مشاعرهم معاك، مش مع وراني متغشش عليك، راني نعيط معناها نعرفش معناها انسان يعيط، نعرفش معناها انسان اعصابه فلتت، نفهم الحاجه هذيك وزاد نعرفش معناها تريحه وخليني نتحفظ، معناها نعرفش معناها ضرب، نعرفها الحكايه، مش معناها راني كليت بيه مسقي، لا، اما نعرفش معناها ضرب، نعرف معناها عقاب. فانت كي تعرف الحاجه تضامن بالعكس في الحياه تحس روحك محصن، تحس روحك فاهم شنو هو الحاجه هذه. مش العباد الكل هكاك راهو، مش العباد الكل معناها باش يكونوا هكا قويين وعندهم شخصيه قويه، فهمت؟ فما عباد معناها من داخل سنسيبل، فهمت؟ كسوا طفله ولا طفل راهو معناها ما باهي انا معاك هكا معناها كل واحد والبيرسوناليتي نتاعو، فهمت؟ انا نحس مع حاجه عاديه، لا حاجه عاديه. انا نحس انه العباد الفراجيل هما عباد نتاج التربيه الحديثه، هما عباد الفراجيل. ما عم تقول لي فما عباد فراجيل، انا نحس مع احتراماتي للناس الكل، تحب يختلف معي يختلفوا معي، ربي معاكم. جيست نحس انه كونك انت تتربى ديما على يا ميسالش هاي ما صارش هاي اجا هاي نحكوا ما نعرفش شنو، وما تعرفش معناها انسان يتغشش، ما تعرفش معناها انسان تطلع له اعصاب، وما تعرفش معناها عادي تتغشش، حتى هو زاد ما تعرفش معناها انسان يتعرض للضرب زاد باش يتغشش، وكيف يتغشش ممكن يعمل ردة فعل، ممكن يعمل ردة فعل انت ماكش باش تتوقعها اصلا، فهمت؟ ينجم يقوم ما نعرفش انه يشد في يده سكينه ويقتلك معناه. ما ظهر لي خاطر نحن تو على خاطر نحن اذا كان باش نحكوا كيكه نحن تو برجوليه ما نتصورش انه اقل من 50% من العباد هما اللي يضربوا، نحس بالعكس انا اقل من 50% هما اللي ما ضربوش. نحس كاين مجتمع تونسي نحس العباد الكبار يضربوا صغارهم، معناها في العموم نحسها مش استثناء، اما بورسنتاج اقل هما ما يضربوش صغارهم. كان هكاك عاد رانا كلنا نضغروا في العباد، هاني انا كليت تضرب كي كنت صغير ما عندهم يعني مانيش نضرب في العباد، راني جاوي به. معناها كان هكاك كان باش نحكوا انه اي انسان باش تعيط عليه ولا باش تضربه في صغره باش يولي يديفلوبي افعال عنيفه، هكاك يولي شعبه كله عنيف ونضغروا في بعضنا، ما انا لاباس معناها ما نعيشوا. باش نرجع لك جزء الحكايه. فما مثلا في المجتمعات الاوروبيه والامريكيه فما كالظاهره هذيك نتاع الاولاد الصغار هذوك اللي تلقاهم ما تفهموش كيفاش مركب، تحسوا بوكيمون تلقاه شعره اصفر واي ايدنتيفاي از وولف، تعرفهم ولا تعرفهم؟ اي ايدنتيفاي از فوكس، تعرفهم ولا لا؟ انا نشوف ساعات ميمز هكايا بتاع عباد يشوف هيك الريل هذيك نتاع انا ايدنتيفاي طفل صغير راه باقي مشلب من شكل يخزروا له كي، وبعد يمشي لبوه يقول له بابا ميرسي على خاطر ضربني كي كنت صغير. نحن الايكيفالون تاع الحكايه هذيك بالنسبه لنا الصغار هذوكم اللي تحسهم درك كيفاش مركبين، نحن الايكيفالون تاعهم هما الصغار اللي يخلعوا في البيبان ويخلعوا في الواحد في الديار. يعني فما فيديو عنده مده يدور هكا صغار دهموا على مراه مسكينه دخلوا عليها للدار وصغار يقروا في المكتب. هذوكم انا نورمال هذوكم نورمال ياكلوا تريحه، هذوكم ما ضربوش في حياتهم، راهم باينين في باله هو ما فماش سلطه، في باله هو الكينج في الرينج، في باله هو باش معناها ما يوقفوا حتى حد. معناها اعطاه روحه في الام والبو، مش الغلطه فيه هو، اعطاه روحه سلطه، اعطاه روحه سلطه انه يدخل على مراه لدارها. هذا انسان برسمي معناها ما يوقفوا حتى شيء. انا مثلا نقول اغلبيه العباد اللي في عمره علاش ما يعملوش هكاك، خاطر يعرف قبل انه هو لازم ما ندخلش المراه على دارها على خاطر حاجه غلطه، قبل الحكايه ذيك لازم ما ندخلش المراه على دارها على خاطرني بابا ينجم يصفر لي بروحي كان نعملها الحكايه ذي. فهمتني؟ نقطتي واضحه، ما قلتلكش قنعتك ولا ما قنعتكش، نقطتي واضحه هاي باهي. قنعتك ولا ما قنعتكش؟ في الشك كما في الشك نقبلها ميساج. ايوه باهي خلينا نحرك لك كيسك. مش تشوف الكاميرا نشوف الكاميرا دي راني بدلت لها المعاه حطيتها في المعاه التعسف. انا باش نربي ولادي كيما ربيوني والديا. بيتحفظ شفيك كل شيء اكيد عندك ديما اكيد. ايوه انا شو انا كي كنت صغير ما كنتش معناها ناكل في تريحه كل يوم صباحا مساء ويوم الاحد، ما كنت كي نكثر لها كي نعمل حاجه اكستريم برشا كنت الحقيقه ناكل تريحه موستي من عند امي الحقيقه، تحيه للوالد ربي يخليك. اما باش نعمل بريسك نفس الحكايه. علاش معاه مش علاش اكيد مش اكيد
بيكوز فما حاجات ديما الانسان يحاول يحسن باش ما ديما نقدموا كمجتمعات ولا هو ديما يحاول يحسن في التربيه. انا مقتنعه بتربيه امي وبابا مانيش هو نتصور كان جيت انت بار اكزومبل مع التربيه الحديثه وكان جيت تضربت وانت صغيره راك تحط ليه تحط ضدها. اي بيان سور. تحس روحك سافا. هو نتصور اي واحد باش يحس روحه سافا كان البروفيل هذاك كان كي تضرب ولا ما يحبش يضرب. ما نحس اغلبيه العباد يقولوا اي اكيد معناها شكون يحب يضرب صغاره؟ تو هو صغيرك معناه علاش تضرب فيه؟ هو صغيرك معناه جاي منك انت. يا اخي اسمعني هاو نحن وين ندخلوا بالرسمي في الطبع. انت مش في بالك يا اخي شنو معناها كي نضرب صغيري معناها نكرهه تحب والمونت عليه. اما علاش تحبوا بالضرب معناه؟ ما تحبوش بالضرب صلي على النبي. تحبوا بالضرب ليه؟ تحبوا اما تضربوا علاش تحبوا اما نضربوا على خاطرها لازمك تكون صغير تربيه مش على خاطرك تسيبه كيكه في ارض ربي. تربي تحكي معاه علاش تضربوا يا بنتي تو نحكوا للصباح اما لازم يفهم حاجه. ما يسخفكش كيف تضربوا ما يسخفكش. يسخفني يا اخي انت مش بالك تو انا علاش تضرب فيه مالك كيف يسخفك؟ على خاطر هاني فسرت لك نعاود نفسر النقطه بتاعي. لازم يكون يعرف انه راه فما حاجه لازم ما يعملهاش. لازم يعرف فما عواقب لافعاله. العواقب اللي هي ينجم يعرف اللي هو فما عواقب لافعاله اما بلاش ضرب. باهي اسمع وينجم يخاف منك بلاش ضرب. كان انت تحب الخوف خاطر الخوف راهو حاجه خايبه على الاخر. راهو كان تربي صغير على الخوف راهو بعد باش يولي كل شيء يخاف منه. راهو حتى باش يحكي مثال في ما نعرفش انا قدام ما نعرفش في الكلاس نتاعو باش ياخذ البارول ولا باش يحكي يولي خايف كل شيء باش يخاف منه. فهمت ولا؟ باهي كملت النقطه نتاعك. انا باش نعطيك احتمال شبيه فوالا باهي هذه يتفقوا معاك العنصر الانثوي في الاستوديو باش يتفقوا. باهي انا نعطيك حكايه. نحن تو مثلا انت عندك ولدك كذب عمل كذبه مثلا في الليسي. عمل كذب على الاستاذ نتاعو قال له راهو مثلا امي مثلا ما مسافره ولا اللي هو ما ذكرش ما خدمتش الخدمه نتاعي. باهي كذب عمل كذبه. هو كيفاش باش يعرف انه لازم ما عادش يعاود يكذب اذا كان هو كذب وتعدت الكذبه نتاعو ما صار له حتى شيء؟ علاش نحن ما نرجعوش بالتالي ونشوفوا علاش هو كذب؟ خاطر الصغير على خاطر علميا اي صغير يوصل لعمر معين باش يولي يكذب. ما فماش منها ما فماش مانيش داخله فيها علميا. هذايا الصغير يوصل اي عمر. اعطيني انا اختي معناها تو نشوفوها لبرا الموضوع هذا مش حكايه. هاني قلت لك انا في عمر معين باش اخي ما لازم اخي ما فما حاجات باش تجي ديفلوب. سامحني كان انت مربيه على الكذب انت ما نعرفش ان تكذب قدامه والا ما نعرفش انا انت تكذب عليه بيان سور باش يتعلم منك الكذب ولا. اما كان ولدك باش تربيه على الصراحه. ما خدمتش مثال دروسي على خاطر كذا وكذا. على خاطر ما كفانيش الوقت ولا على خاطر نسيت ولا على خاطر نابورت. اذا كان هو ما خدمش دروسه على خاطرني ما نسيت والاستاذه تعطيه تراحه وهو يقول استنى ينجم انا نقول لها راني ما خدمتش دروسي على خاطر امي مثلا ما تلهتش بيا والاستاذه تصدقني وما ناكلش تراحه. دونك هو تخمام بسيط في مخه على خاطر الاستاذه تضرب لازم تعطيه تراحه. تنجم تعاقبه يا اخويا ما تحبوش انتم الضرب في المدارس. حتى في المدارس تحبوا تنحوها انتم الضرب. انا ما نرضاش صغيري يقرا عند استاذه تضرب. انت صغيرك انا ما نرضاش. انت شوف شي وقفوا معناها شنو الحاجه اللي تنجم تحبسه تستوبيه عند حده؟ لا اول حاجه الحاكم. ما فماش اكثر من هكا. انا نجم نستوبي ولكن كيما نجم كيفاش انت هو ما يخافش منك وفي باله انت كل ما يعمل حاجه غلطه بتجي تحكي معاه وتسيب. في الخوف راهو الضرب حاجه والخوف حاجه. انت قاعده تدخل في الخوف بالضرب وقت اللي نجم يخاف منك بلاش ضرب. فهمت ولا؟ اي انا معاك في البوان. هو انه انت كي تفسر له خير من انك تضرب. اما انا قلت لك انت فسرت له الحكايه وفسرت له 1000 مره. قلت له راه دخان لا راه دخان راه مضر لصحتك. راه نجم يرزيك في عمرك ينجم يردك ضعيف ينجم يفسد لك وجهك ينجم يعمل كل شيء. فسرت له انت الحكايه هذه وستيل هو مشى يعرضوا عليه عباد مشى تكيف. الى هنا انا شنو نعمل؟ لازم يفهم انه كي هو انا فسرت له مشينا في امور تفسير وحكيت مع ولدي وعملت التربيه الحديثه نتاعكم. اما هو ستيل مشي ما عمل الحاجه الغلط. لازم يفهم انه راه بعد الحديث فما عقاب
بعد الحديث، بعد ما حكى معايا وما سمعتش كلامه، معناها خاطر هو بابا جاني بالحسنى من الاول وفسر لي وانا ستيل ما سمعتش كلامه. بعد الحديث فما وقتها يولي نمشوا الحكايه مع اخي، نمشوا فما وجيعه، فما ضرر باش يصير لي. دونك نولي نخاف في صغرتي نحكي، خاطر من بعد كان تكبر وتبقى تتصرف بالخوف غلط. معاك انا في الحكايه ذيك. اما في الصغرى تمشي بالخوف الى ان ديفلوبي الوعي الكافي اللي يخليك تفهم انه راه الدخان غلط بالمخ. لا ما اقتنعتش. انت تحب تختلف من اجل الاختلاف، برجوليه تحب تختلف من اجل الاختلاف، ما فماش خاطر هو انتوراج، فهمت؟ هما عباد باش يتحط فيهم ولدك، معناه باش يتحط مع عباد. انا تقصد ننقذ ولدي من الانتوراج خير من اني نضربه بعد ما يعمل هكاك. يا بنتي اوكي نحاول نعملهم الكل، اما اذا كان صيد حاطينه في هو الانتوراج هو السبب، راهو مش ولدك. شنو؟ ولدك معناه باش يتبع الحاجات اللي هو باش يشوفهم. القرار الشخصي موجود. القرار الشخصي موجود، اما كيف يشوف حاجه، انسان كيف يشوف حاجه يحب يجربها. كسوا بيا ولا خايبه. كيف يشوف برشا 5 6 10 عباد يعملوا في نفس الحاجه باش يشوفها حاجه عاديه. وانا بابا تعرف شنو انت تو فاش قاعده تحكي؟ اما انا نقول لك اللي معناها تنقذ ولدك من المجموعه اللي هو فيها، فهمت؟ مش تضربه باش هو معناه يخاف ويولي ما عادش يعمل الفازه هذيك والا، فهمت؟ معناها تبدل الانتوراج. فوالا بدلوا الانتوراج. باهي انت 5 6 عباد يعملوا فرد الحاجه ذيك، وانا بابا قال لي ما تعملش الحاجه ذيك، وشفت مش 6 شفت 60 يعملوا فرد الحاجه ذيك. اما انا بابا قال لي ما تعملهاش. انا في صغري ما نعملهاش، علاش؟ خاطر نخاف منه. اما لو كان جيت ما نخافش منه بابا يقول لي ليه ونشوف 60 عبد وقتها نولي نتاثر. هو ذا يعني النقطه نتاعي. النقطة نتاعي هو انه انا ما نعملش الحاجة ديك بالرغم من نشوف 50 عبد يعملها. اما فما سلطة، فما انسان لازمني ما نخالفش الراي نتاعو. علاش؟ خاطر راوي نجم يفسد لي وجهي. ابار بوك انت ما عندكش مخ؟ كنا نحكوا عاد، قلت لك بعد كي تكبر تولي عندك المخ جوك باهي ما عادش. يا اخي سامحني، انت باش تقول لي عمره 6 سنين معناه باش يمشي يخالط عباد خايبه؟ تعرف ايش صاير في العالم انت؟ باز ينجم يعرف عباد خايبين عمره 6 سنين حتى 5 سنين. انت كولي امره معناها لازمك تعرف العباد اللي هو يخالط فيهم، فهمت؟ انت من قريت في المدرسه؟ مين قريت المدرسة؟ لازم أقولها كمان. والله حصلتها، عرفتها باش تطلع قارية في بلاصة. أنا قاري في مجاز الباب في الشمال الغربي، قاري ورا الجبل. باهي في المدرسة حطينا في المدرسة. أنا في العمري 5 سنين شفت عباد تتكيف، شفت عباد في المكتب في ال5 سنين. ولا موجود الشيء باش نعمل. تقصدوا نبدلوا العالم؟ اوكي هيا نبدلوا العالم، هيا نبدلوا العالم. الخوف بالنسبه لي انا اللي هو ناتج على الضرب. الناتج شو ناتج على الضرب. لحظه مش ناتج على الضرب اللي هو كل يوم الضرب، ناتج على الاحتمال الموجود نتاع الضرب. معناها لازم يكون في مخك راهو فما البوسيبيليتي تاع اني ناكل ريحه. اما اذا كان في مخك ما فماش بوسيبيليتي نتاع اني نجم ناكل ريحه، خلاص معناها راني حر نعمل اللي نحب من الاخر. هو راهو بشويه بشويه راهو يتبنى، فهمت؟ مش في بالي بشويه في هكا معناها باش تولي تعرف كل شيء واعي، فهمت؟ اوكي في بالي. صحيح كلامك، انت تو بشويه تبني. اما وانت قاعد تبني فيه في البريود هذيك مش لازم انا نحميك من انك ما تعملش حاجات خايبين في البريود هذيك. انت ما تنجمش تعرفهم. اي تحميه ولا هذه الكلمه معناها. اي نعم نحميه باش ما يعملش حاجات خايبين. وهو بما انه ما ينجمش يطلعهم الباهيين والخايبين، فلازم يبدا خايف لا يعمل حاجه من هيك، خاطر فما حاجه ما اقوى منه، فما حاجه تنجم عقاب كان يعمل الحكايه هذيك. وفي ما تفهمناش في هذه. البنات والولاد ما تربيوش بنفس الطريقه، معناها ما لازمهمش يتربيوا بنفس. انت شنو قولك فيها؟ البنات والولاد ما يتربيوش بنفس الطريقه، انت معاه ولا ضد؟ الحقيقه شويه برك سامحوني. انا ريت بعد باللي حكيناه الكل والضرب وجايب فيها ونضرب نعرف شنو والقلقال ونعرف شنو. انا عارف انه هذه اكثر حاجه بتجيب لي سب. سبحان الله في تونس.
اي ما يتربيوش بنفس الطريقه في حاجات معينين. معناها شو انت باش تربي زوج صغار، عندك طفله وعندك طفل، الواضح هو انه كل واحد باش تكون عنده انشطه معينه. معناها خاطر كل واحد فما فيمينانيتي، شحيت ولا فيمينانيتي، شحيت ولا فيمينانيتي شو اسمه، انوثه وفما ماسكولينيتي. معناها حاجتين ماهمش بريسك، ماهمش كيف، مش ماهمش كيف. دونك يعني فما حاجات مختلفه معناها بين التخيمه. شو انت تتفق انه المراه والراجل مختلفين؟ هما مختلفين في الموضوع كجندر مختلفين هيك هو. فما كل واحد عنده فما مختلفين، دونك في تصرفاتكم معاهم فما حاجات ماهمش كيف. طريقه التربيه هي نفسها معناها. شوف صحيح، هو كلامك صحيح، اما فما حاجات برانسيب هو بيدو. فما حاجات كبار كما لا تكذب، لا تسرق، لا تعيط على ماما وبابا، ما عرفش شنو، هذوك واضحين اللي هم الزوز. فهمت؟ انت عندك اخوك طفل، انا عندي اختي طفله. في التربيه انا بابا معناها ما رباني عليهم، واختي ما قال عمره ما قال لهم. كيما بار اكزومبل كي نخرج معاها مثلا مع اختي هي بروحها، والا كي نخرج مع امي يوصيني يقول لي رد بالك على امك، على خاطرني رجل، لا لشيء اخر، مش على خاطرني انا الخل كبير. انا مش على خاطرني الخل كبير، يقول لي على خاطرني رجل، رد بالك عايش ودي على امك. انا نتصور اختك مثال يقول لها رد بالك على روحك، ليك انت صحيح يقول رد بالك على روحك، اما انا يقول لي رد بالك على روحك ورد بالك على الشخص اللي معك، مش اي شخص. معناها اكيد امك. انا نحس روحي وذيه برجوليه، يعني تو ما عادش خايف من حتى حد، اموري كي نهار اخر باش نقول لولدي رد بالك على امك، شكون عنده مشكله؟ لا بيان سور لا. ويمكن ما نقولش لبنتي رد بالك على امك ولا رد بالك على اخوك، ولا كاين واصغر منها يمكن، ما يعني في كل الحالات لازم ترد بالها هي. اما بنتي نجم نقولها رد بالك على روحك، اما ولدي نقول له رد بالك على روحك وعلى اختك، ولا على روحك وعلى امك. متفقين؟ يفهمين؟ هيا به هيا به اتفق العرب. عندي وجهة نظر الطرف المقابل. باش نمشي أكثر للضد، خاطر أغلبية كنا متعاكسين. انا مش ضد برشا. اي مش ضد برشا، خاطر فهمت وجهة النظر نتاعك، اما ستيل مازلت باش نستعمل الضرب في حياتي. وانا ستيل مازلت مانيش باش نستعمل الضرب. لا ايش عملنا؟ كل واحد عنده الطريقه نتاعو. هكا هو. دونك ما تفهمنيش في الاخر رجع نعملوا هكا هكا خاطر مش معناها مشنا في المستحيل. صحيح هكا هو. على الاقل كونفرساسيون قايمه ومفيده. يلا ميرسي.